السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة معلومة وأخبار تيفي. وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة جلوبال أنرجي مونيتور الأمريكية، وهي منظمة بحثية غير ربحية معنية بمشروعات الطاقة في جميع أنحاء العالم، فإن الأراضي المغربية تختزن احتياطات تقدر بنحو 39 مليار مكعب من الغاز الطبيعي. وأشار التقرير أيضا إلى أن المغرب سيصبح من بين الدول الجديدة في إفريقيا المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي، على غرار الموزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا، معتبرا أن هذه البلدان ستتجاوز نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر في الإنتاج والطاقة. كان غراهام ليون الرئيس التنفيذي لشركة ساوند أنرجي البريطانية التي تتولى التنقيب عن النفط والغاز في المغرب، قال في ديسمبر الماضي إن المغرب يحظى بمخزون مهم يقدر بأكثر من 20 تريليون مكعب من الغاز، مما سيرفعه إلى مصافي المصدرين. ويعمل المغرب أيضا على استكشافات بمنطقة ليكسوس في العرائش الواقعة شمال غرب المملكة. ووصف المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن الحكومي الاستكشافات فيها بالمشجعة، وإن من المخطط أن يوجه الغاز المستخرج في العام المقبل لتشغيل محطات الكهرباء في القنيطرة شمال عاصمة الرباط والمحمدية والغرب، مع تلبية احتياجات الصناعة في القنيطرة، علما أنه تم الإعلان في السابق عن اكتشافات في منطقة تندرارا شرق المغرب واعتبر بالواعد. وتشير التقريرات إلى أن الغاز تندرارا الذي أسند امتياز استغلاله لساوند أنرجي والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن قد يصل إلى حوالي 10 مليارات متر مكعب. وشكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب بالقناة.